بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه رأيكم في الطواجن الجميلة دي بقى؟ ولا تقوليلي بقى الطواجن بتاعة المطعم ولا اي حاجة زي العسل، طعم وريحة بجد خطير. ومش هتصدقي، يا دوبك بس من صدر فرخة بايت عندك في التلاجة هنعمل القمر ده. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، اللي ما يعرفنيش، انا اسمي رانيا، قناتي اسمها مطبخ رانيا حسن. اتمنى تتابعوني تشرفوني في القناة بتاعتي. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا النهاردة. مبدئيا كده انا كان عندي صدر فرخة بايت في التلاجة. طبعا مش هيعمل حاجة، فنعمل ايه؟ نسكت؟ لا طبعا لازم نتصرف. هاتي بقى صدر الفرخة ده بقى، وزي ما هتشوفي كده، اول حاجة انا قشرت الجلد منه ومسكته بقى زي ما انت شايفة كده، شلت منه العظم وقطعته قطع كده صغيرة. انا مرضتش انسره كده بايديا، جبت المقص وبدأت ان انا اقطعه كده مكعبات صغيرة. طبعا المقص اللي هنستخدمه ده هو معمول مخصص للاكل، يعني مش ان احنا بنستخدمه في حاجة تانية، المقص ده معمول للاكل. حابة تقطعيها بالسكينة، بس هي كده كده الفراخ مستوية، فما كانتش مستاهلة ان هي تتقطع بالسكينة ولا حاجة. انا استسهلت كده وقطعتها بالمقص زي ما انت شايفة مكعبات. هنعمل بيها بقى حشوة جميلة كده ولذيذة للطواجن بتاعتنا النهاردة. اول حاجة كده جبت طاستين على النار، واحدة حطيت فيها بصلاية متقطعة مكعبات، والتانية حطيت فيها معلقة من الثوم المهروس. نزلت على دي كده بمعلقتين من الزيت، وعلى التانية كمان بمعلقة زيت، ونسيبهم بقى كده يتشوحوا مع بعض الاول، وبعدين نشوف بقى التوابل اللي هنحطها. اول حاجة انا بحب احبش البصلاية كده، لان طبعا الفراخ بتاعتنا كده كده مستوية، فالدور هنا العامل الاساسي في البصل بتاعنا. اللهم صل على النبي. اول حاجة انا بحب احط في الثوم وهو بيتشوح، بحب احط رشة كده من الزعتر، افركيها كده بايديكي كويس زي ما انت شايفة كده. انا بحب اشوح الزعتر مع الثوم، ريحته بتطلع وبيبقى جميل جدا. كان عندي هنا صلصة، دي كانت متسبكة اصلا، يعني دي طماطم انا مسبكاها ومجهزاها صلصة. طبعا ايدي كده في الصلصة، والايد التانية في الطاسة بتاعة البصل. برضو نزلت برشة من الزعتر كده كمان مع البصل، وهنزل كمان عليهم كده بنص معلقة من السكر، يدي بقى طعم حلو للبصل. وبرضو بنحط نص معلقة على الصلصة، وبحط كمان على الصلصة شوية كده من الكمون. والبصل بتاعنا انزلي بقى بالتوابل اللي انت بتحبيها. انا حطيت نص معلقة من 7 بهارات، وحطيت معاهم نص معلقة فلفل اسمر، وحطيت معاهم رشة كده من القرفة. طبعا التوابل برضو دي على ذوقك، بس شوية التوابل اللي انا حطيتهم دول يعني كانوا مخليين الحشوة ريحتها حلوة جدا. طبعا بنظبط الملح بتاعنا، وبرضو نظبط ملح الصلصة. الأكلة دي كلها كده نص ساعة بالظبط كانت جاهزة، لأن الفراخ بتاعتنا مستوية، فمش إن أنا هاخد وقت، وكمان الصلصة عندي كانت متسبكة، فيادوبك أنا هستنى إن هي تغلي وبس، مش إن أنا لسه هستنى أسبك أو كده. زودتها بقى كده بشوية مية، كنت غالية مية في الكتل علشان تغلي بسرعة. البصلة بتاعتنا تتشوح، هننزل عليها بالفراخ، وانا نزلت على الصلصة كده بمكعب من مرقة الدجاج. يبقى التوابل اللي حطيناها في الصلصة الكمون ومرقة الدجاج والزعتر ورشة من الملح ورشة من السكر. نزلت بقى كده على البصل كمان بقرنين كده فلفل حار متقطعين، وحطيت معاهم صدر الفرخة. اديهم بقى تقليبة كده، الفراخ برضو تشرب كده من طعم البصل والتوابل. وهنزل عليهم بس ببق صغير كده من المية المغلية، برضو بحيث ان المية تساعد ان كل حاجة تشرب من طعم التوابل، ويبقى كله خليط واحد. انا مش عايزة احس ان الفراخ طعمها زي ما هي بطعم السليق. شوية المية دول بقى كده هيخلوا طعم اللحم بتاع الفراخ هيشرب من كل التوابل بتاعتنا. يا دوبك دقيقتين 3
وبنطفي على الفراخ، وبكده يبقى معانا اسهل حشوة في الدنيا. مفيش اسهل من كده. لو عندك لحمة برضو مسلوقة بايتة تمشي، عندك سجق، عندك اي حاجة مشي الدنيا. بحط برضو الصلصة كده على النار تغلي، عايزاها تغلي كويس. بنزل عليها بقى بمعلقة كده كبيرة من الخل، الخل بيديها كده مزازة جميلة قوي. طبعا في الوقت ده كده انا مولعة على الفرن، علشان انا عايزة الفرن يبقى سخن كويس. جهزي بقى الطواجن بتاعتك. ابدأ بقى انزل كده في كل طاجن بمعلقتين بقى حلوين كده من الحشوة اللذيذة بتاعتنا دي. واكون مجهزة المكرونة بتاعتي. نحط الحشوة، نبدأ ننزل بالمكرونة. طبعا المكرونة اللي هتحطيها دي على مزاجك. انا اخترت هنا كده، حبيت احط المكرونة اللي هي السوستة دي، الحلزونة دي، معرفش اسمها ايه بقى عندكم. يعني انا بقول عليها سوستة، معرفش هي اسمها ايه. هي اللي شبه السوستة دي. المهم بقى تحطي في الطاجن، اعملي حساب ان المكرونة طبعا بتزيد، فما تمليش الطاجن بالمكرونة. يعني يا دوبك يبقى مثلا تلتين الطاجن كده، عشان لسه بقى طبعا المكرونة هتزيد، فيا دوبك يملى الطاجن معاكي. بكون برضو مجهزة مية مغلية بحيث ان انا انزل بالصلصة، وبعدين ننزل برضو عليها كده، نظبط المية بتاعتها بمقدار المية اللي هتستوي فيها. ببدأ بقى انزل بالصلصة كده زي ما انت شايفة. برضو الصلصة دي على حسب ذوقك، يعني في ناس بتحب فيها صلصة كتير، في ناس بتحب تكون الصلصة قليلة. فدي بقى على حسب ذوق كل واحد. ظبطي بقى المية بتاعتها واعملي حسابك لو هتستخدمي من المكرونة اللي هي السوستة دي. المكرونة دي بتاخد مية اقل شوية من المكرونة الاقلام، لان هي بتبقى رقيقة جدا. ابدأي بقى كده غطيها بالفويل بحيث البخار يسويها. غطي بقى كل الطواجن بتاعتك. طبعا الفرن بتاعنا سخن. نبدأ ندخلها في الفرن. انا بشيل الصاجة خالص، وبحط الشبكة من تحت خالص في اخر رف في الفرن. يعني انا بشيل الصاجة، احط الشبكة، لان انا عايزة الطواجن دي يبقى منها للنار مباشرة. بالظبط بتاخد معاكي في الفرن 20 دقيقة. لو زودتي ما بتاخدش اكتر من 25 دقيقة في الفرن. طبعا بتختبريها قبلها ب5 دقايق، تعري بالراحة الطاجن، لقيتيها استوت، تطلع بقى معاكي بالجمال ده. تقدميها بقى سخنة كده، جنبها طبق سلطة وطبق من المخلل. أكلة اقتصادية، ومفيش أجمل ولا أسهل ولا أطعم من كده. أتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.